ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة هعمل معاكم البسبوسة الجميلة ديت، اسمها مس كريمة، اللي هي كريمة اللي قدامكم ديت. وطبعا هي تعتبر سريعة التحضير، يعني جاهزة، بس انت بس هتضيفي لها يعني ايه مكونات بسيطة، وطريقة التحضير بتاعتها عليها هي كوب زبادي زائد كوب ماء واتنين معلقة سمنة ونص معلقة بيكنج باودر. فانا عايزة اقول لكم ان انا هغير بس في المقادير حاجات بسيطة، علشان يعني ادها طعم، يعني اقدمها شوية عن المكونات دي، بس هحط نفس المقدار، يعني ايه مش هزود ولا هقلل، بس انا هغير بعض الايه المكونات. ودلوقتي بقى اوريكم بقى الطريقة بتاعتنا. اول حاجة طبعا انا عملت الشربات. الشربات بتاعي عشان يبقى جاهز، يعني ما اقعدش لسه اعمله. عبارة عن 2 كوب مية، 2 كوب سكر، وتدوبيهم وتعصروا نص ليمونة عليهم، ولو حابة تحط لهم اي روايح او اي حاجة زي الفانيليا او اي روايح عندك ممكن تضيفيها عادي، تديلها بس ريحة. ودلوقتي بقى نبدأ على طول في طريقة التحضير. طبعا لو انت عايزة ده الشربات اللي هو المعقول، يعني عايزة الشربات طبعا التقيل، بعض الحلويات بتحب الشربات التقيل وكده، بس انا عن نفسي بحب اعمل الشربات اللي هو المظبوط او الخفيف كمان، اللي انا ممكن احط كمية مية اكتر من السكر. ودلوقتي بقى اروح ابدأ في المكونات وطريقة التحضير بتاعة البسبوسة. انا هحط السميد بتاع البسبوسة دوت كده اهوت. وطبعا هنا بيقولك في الطريقه هتحط كوب زبادي، انا بدل ما احط الزبادي انا هحط يعني بمقدار الكوب الزبادي هحطها قشطه، اعملها بسبوسه بالقشطه اهي. ادي مقدار الكوب الزبادي كده احطه قشطه. وبعد ما حطيت يعني القشطه بتاعتي اللي هي بدل الزبادي، هحط بقى معلقتين من السمنه. وطبعا انا عاملاها سمنه بلدي، يعني ايه عشان بقى تدي يعني قشطه وسمنه، يعني ايه تبقى مخدومه قوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. وبعد كده عندنا اللي احنا بالمكونات بتاعتنا اللي احنا نحط ايه، كوب من الميه، بس انتي ممكن تحطي لبن، عايزه تحطي ميه عادي، ايه اللي رايحك، بس انا يعني ايه انا عاملاها بقى لولاد وكده، فلازم تبقى ايه مظبوطه، يعني ايه امال ايه الفرق ما بين الحاجه في البيت والحاجه بره، فيفضل ايه اللي انت ايه تضيفي لها ايه اللبن بتاعنا اهوت. انا جايبه اللبن كده. وبعدين اخر مكون هنضيفه عليها اللي هو البيكنج باودر، وبيقول لك نص معلقه بيكنج باودر، فالكيس دوت عباره عن معلقه كامله، معلقه طعام كامله، فاحنا هنضيف نصه اللي هو تاج الملوك اللي قدامكم دوت، او اي بيكنج باودر انت حابه تستعمليه. فانا هضيف بقى ايه نص معلقه منه، معلقه كده بيكنج باودر كده. وبعد كده هقوم بقى ايه، يعني ايه شفت اللي لما بتيجي تبسي بقى الكحكه او حاجه العيد، هتبسيها كده، يعني ايه اللي انت تقلبهم مع بعض مع اللبن. طبعا مش تحطي اللبن، يعني ايه تحطي اللبن شويه بشويه، او الميه بتاعتك شويه بشويه، علشان يعني ايه ما تفكش منك او تبقى سايله، لا هي بتبقى ايه متماسكه شويه. ودلوقتي بقى ابسها. هضيف بقى شويه من اللبن كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا بقى ايه اقلبها كلها كده مع بعضها اهوت، زي ايه اكنك بتبسي الحاجه اللي انت يعني ايه تبقى الحاجه كلها مع بعض كده. وبعد كده اما بسيتها طبعا بايدي كده، طبعا ازود بقى لبن عشان لسه محتاجين شويه من اللبن اهوت كده. وبرده هكمل بقى ايه التقليب لغايه ما اوصل بقى ايه لحجم يعني ايه للعجينه اللي انا عايزاها، مش عايزاها ولا سايله قوي ولا متماسكه قوي. واعملها كده قدامكم اهوت. بعد بقى ما عملتها وقلبت كل المقادير فيها كده زي ما انتوا شايفين، تحسوا ان هي ايه يعني ولا ماسكه ولا سايله قوي، يعني ايه مش زي الكيكه تحسي ان هي سايله كده، لا يعني ايه تحسي ان هي شوفي يعني شكلها عامل ازاي اهو. شوفي تحسي ان شكلها عامل ازاي اهو، يعني ايه تحسي ان هي ايه انسيابيه معاكي كده، يعني ايه مش ماسكه قوي ولا سايله قوي. في حاجه انا هضيفها عندي، انا هضيف بقى حبه من جوز الهند. طبعا دي اختياريه، لو انت حابه تحطيها حبه مش حابه انت حره، دي حاجه بتاعتك. فانا هضيفها هيت هضيف شويه من جوز الهند كده اهو، واقلبها بقى كده مع بعضها. يعني ايه انا حبيت بس ايه ازود انا حبه حاجات من عندي، عشان يعني ايه انا بقى يعني حبيت اشوف يعني ايه تشوفوا الطريقه دي هتعجبكم ولا لا. مش لازم كل اللي مكتوب على الطريقه والمقادير نعملوها بالظبط، نفس المقادير، بس انت ممكن تغيري في المقادير بتاعتك. ودلوقتي بعد ما عملت كده ضفت جوز الهند وضفت كل الاضافات بتاعتي كده، هجيب بقى صينيه. يعني ايه بقى الصينيه دي بتاعتك، انت عايزاها رقيقه، عايزاها تخينه، عايزاها بقى عاليه مرتفعه زي ما انت عايزه.
فانا جبت الصينيه ديت اهيت، وطبعا دهنتها من السمنه، يعني دهنتها بسمنه كده زي ما انتم شايفين. ابدا بقى احط فيها ايه البسبوسه بتاعتنا اللي احنا عملناها اهيت كده. ودلوقتي بعد ما حطيتها كده في الصينيه زي ما انتم شايفينها كده وسويتها كده، اروح بقى احطها في الفرن عشان بقى نعملوها وتبقى كامله. وعايزه اقول لكم اللي احنا هنحطوها في الفرن على يعني ايه على درجه حراره 180، وهتشغلي بس الفرن من تحت لغايه ما تبدا تحسي ان هي بدات يعني ايه تحمر كده من الجناب. لو حابه تشغلي لها الشوايه يعني ايه لو ما خدتش اللون تشغليها شويه بس تظبطي اللون بتاعها من فوق. دي بقى حسب كل فرن وحسب يعني حسبك انت في التسويه، عايزاها غامقه فاتحه دي بتاعتك انت ودي حريتك. ودلوقتي بقى راح احطها في الفرن، وبعد الفرن اوريها لكم ان شاء الله. وديت البسبوسه بتاعتي او بتاعتنا بعد ما طلعت. وديت البسبوسه صينيه البسبوسه بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفينها قدامكم كده. انا بحب اوصلها يعني ايه يعني اخليها واخده اللون النحاسي كده، يعني ما بحبهاش تبقى الفاتحه ديت، لا واخداها اللون النحاسي. ودلوقتي بقى على طول وهي سخنه ابدا بقى احط لها الشربات بتاعها. والشربات طبعا انا كنت قايله لكم اللي انا محضراه يعني وكده، فابدا احط بقى الشربات كده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. ودلوقتي انا حطيت الشربات او العسل بتاع البسبوسه كده قدامكم، وانا بحبها يعني تبقى غرقانه في العسل بتاعها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو بتشوفوا القناه لاول مره ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن قناتي وكل حلقاتي. وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي. باي باي.